أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من الكورس. النهاردة هنبدأ ناخد مع بعض أول خطوات عملية علشان نشوف إزاي ممكن نكسب فلوس من التسويق الإلكتروني، وده عن طريق طبعا مواقع العمل الحر. فالنهاردة هنعمل مع بعض أكاونت على خمسات وعلى مستقل، هنظبط كل حاجة خطوة بخطوة، نشوف إزاي نكتب الوصف بتاعنا، نشوف إزاي نضيف الخدمات، هنعرف كل حاجة بالتفصيل. فتعالى مع بعض ننتقل للشاشة عشان نشوف كل حاجة مع بعض. زي ما انت شايف احنا هنا فاتحين موقع خمسات اللي كنا دخلنا وبصينا عليه على الخدمات وهكذا. هاجي من هنا كده وادوس على حساب جديد. بعد كده لازم اكون عارف ان الموقع اللي انا بعمله او الاكونت سوري اللي انا بعمله على اكونت اسمه حاسوب. فبيقول لك انت بتعمل حساب واحد لكل المنتجات بتاعتنا، يعني انت بتعمل اكونت واحد لكل المنتجات. هم اللي عندهم منتجات كتير جدا ولكن احنا اللي يخصنا منهم مستقل وخمسات. فانا باكونت واحد بس هيبقى عندي اكونت على مستقل واكونت على خمسات. طب ازاي؟ هبتدي ان انا اكتب اسمي، وبيقول لك اكتب اسمك بالعربي، فانا هنا اهو كتبت الاسم، وبعد كده حطيت الايميل، وبعد كده هبتدي ان انا احط الباسورد، وبعد كده هاجي هنا واقول له قرأت واوافق على شروط الاستخدام، انا لست برنامج روبوت، وبعد كده هدوس على تسجيل. بعد ما دوست على تسجيل هنا وعملت سيف طبعا للباسورد بتاعي عشان ما انساهوش، هيبقى هو بعت لي ايميل، فهبتدي ان انا اخش على الايميل بتاعي. يعني هبتدي ان انا اخش على الجيميل اللي انا حطيته كده علشان اشوف هلاقيه باعت لي بيانات التفعيل. اهو زي ما انت شايف بعت لي هنا مرحبا عمر، انا طبعا بعمل اكونت لاخويا، فمرحبا عمر محمد، احنا هنا سعداء بانضمامك وتبقى خطوه واحده. فانت هنا من الاخر يعني بتدوس اكمل التسجيل. فهو هنا بيقول لك بقى عمر محمد اختار انت ايه، هل انت مشتري ولا انت بايع؟ فهو مشتري هنا يعني انت عميل بتدور على خدمات عاوز تشتريها، ولكن انا بايع فانا بتطلع لعرض خدماتي، انا عاوز احط خدماتي على الموقع، فانا هنا بقول له انا بائع. وبعد كده هنا بيجي يقول لي المسمى الوظيفي بتاعك، بتبدأ بقى ان انت تدور على المسمى الوظيفي بتاعك. ولكن برضو ممكن يعني اختار الحاجة اللي انا شايفها وممكن بعد كده اغيرها فيما بعد. فهو هنا بيقول لي اسم المستخدم، يعني اكتب اسم المستخدم، فبقول له مثلا الاسم هيبقى عمر محمد. بعد كده بقول له قرأت وأوافق، وبعد كده هدوس على أكمل. فبيقول لي الاسم اللي انت اخترته مستخدم من قبل. طيب ممكن أغير كده، يعني الأكونت ده موجود قبل كده أو في حد واخد نفس الاسم، فممكن مثلا أخليه عمر محمد، أخليها فتحي. فهنا دوست اكمل، فهو هنا اهو ابتدى ان هو يدخلني على الاكونت بتاعي. هاجي كده بقى اخش على الاكونت وابتدي ان انا اعدل على البيانات الشخصيه بتاعتي. هاجي هنا كده ادوس تعديل الملف الشخصي، وبعد كده ابتدي بقى. هو هنا بيقول لي لم يتم توثيق هويتك بعد. يعني ايه لم يتم توثيق هويتك بعد؟ يعني هو هنا بيحتاجك ترفع له البطاقه بتاعتك علشان انت بتاكد الحساب بتاعك بالبطاقه الشخصيه بتاعتك، البطاقه العاديه بتاعتك. تبدا ان انت ترفع لهم صوره البطاقه علشان تاكد الاكونت بتاعك، علشان طبعا بيبقى فيه تحويلات ماليه، انت اشتغلت مع عميل كسبت فلوس بيحولها لك وهكذا، فلازم تبقى مأكد الاكونت بتاعك بالبطاقه بتاعتك. فانا هو هنا بيقول لي اهو ايه بقى النبذه التعريفيه عنك. فانا علشان اسهل عليك لو انت مش عارف ازاي تكتب نبذه تعريفيه ليك، خش على تشات جي بي تي واقول له اخويا مصمم مواقع عن طريق ووردبريس، وعاوز اكتب نبذه تعريفيه قويه عنه على موقع خمسات علشان اساعد العملاء انهم يثقوا فيه ويشتروا خدماته. وهبدا كده ابعت له دي كمان رساله بسيطه، انا ممكن ابعت اكتر من كده. فانا هنا بقول له هو اخويا مصمم مواقع عن طريق ووردبريس، عاوز اكتب نبذه تعريفيه عنده كويسه تقدر ان هي تخلي العميل يثق فيه ويشتري الخدمات بتاعته. فهو هنا اهو بدا يكتب لي النبذه التعريفيه. فهو هنا مثلا كتب لي
مرحبا معاكم. وبعد كده قال لي حط هنا اسم اخوك، مصمم ومطور مواقع ووردبريس بخبره تتجاوز ال4 سنوات. قدرت خلال الفتره دي اني اساعد اصحاب المشاريع والشركات الناشئه انهم يطلقوا مواقع احترافيه سريعه متجاوبه وبتحقق اهدافهم، سواء كانت مبيعات او حجوزات او تواجد قوي اونلاين. ايه هي الخدمات اللي بيقدمها؟ تصميم مواقع مخصصه حسب نشاطك، سرعه تحميل ممتازه وتجربه مستخدم مريحه، متوافق مع الموبايل ومحركات البحث، دعم فني حقيقي ومتابعه بعد التسليم، دمج وسائل الدفع ونماذج تواصل وصفحات هبوط. يعني كتب لي كل حاجه تقريبا ممكن العميل يكون محتاج يشوفها. وفي الاخر كاتب له لو عايز تطور مشروعك بموقع احترافي يعكس هويتك ويوصل رسالتك يبقى انت في المكان الصح. تواصل معايا دلوقتي واسال عن العرض. طيب انا كده هاخد بقى النبذه التعريفيه دي، خدها كده كوبي، وبعد كده ادوس على كوبي وارجع هنا على الموقع وابتدي ان انا اضيف النبذه التعريفيه دي. هاجي كده طبعا واغير واكتب الاسم بتاعه، عمر محمد، مصمم مواقع ومطور مواقع وورد بريس بخبره تتجاوز ال4 سنوات. كل حاجه مكتوبه تمام. وممكن كمان اسيب تواصل معايا دلوقتي واسال عن عرضك الخاص علشان اشجع العميل انه حتى لو ما اختارنيش من خدمه معينه او شاف البروفايل بتاعي يبعت لي رساله ويسالني ايه الاوفر اللي انا ممكن اقدمه له. فانا هنا اهو ضفت النبذه التعريفيه، فهاجي من هنا كده وادوس على حفظ. تمام اتحفظت. هاجي كده مثلا على المزيد، وهنا بيقول لي توثيق الهويه، اثبات دخل، المعلومات الشخصيه، عدل اسمك وصورتك. تعالى كده بقى اما نبدا ان احنا نشوف ازاي ممكن نعدل الصوره. طبعا انت هنا بتحط كل حاجه ليها علاقه بيك. يعني مثلا انا هنا هبتدي ان انا اختار اهو، عندنا اليوم، ثواني كده عشان افتكر البيانات بالظبط. كده هو انا بضيف البيانات بتاعته. رقم التليفون بيقول لسه ما اتاكدش، انا طبعا هاكده مع اخويا، ولكن هاجي هنا وارفع صوره عشان احط صوره بروفيشنال ليه. هاجي كده على الداونلودز وابتدي ان انا اعمل من هنا اوبن. ابتدي كده ان انا اقرب الصوره اكتر. بس وكده الصوره ممكن تكون كويسه. اعمل رفع للصوره، فانا كده حطيت له صوره بروفيشنال، اسمه تمام، ظبطت كل حاجه وحطيت له كل حاجه. هعمل كده حفظ التعديلات. دلوقتي هو قال لي ان في مشكله، ما خدتش بالي ايه هي المشكله. على كده اما نعمل حفظ التعديلات، تم تغيير معلوماتك بنجاح. كده كل حاجه تمام، ظبطنا المعلومات بتاعته وكتبنا النبذه التعريفيه عنه. على كده بقى اما نرجع نشوف الاكونت بتاعنا بقى شكله ايه. زي ما انت شايف النبذه التعريفيه عنك بتظهر هنا كده. خدماتك انت طبعا لسه ما ضفتش اي خدمات. وبعد كده هنيجي كمان، انت هنا لازم تاكد طبعا رقم تليفونك ولازم تاكد الهويه الشخصيه، ولكن انا علشان ما معيش تليفون اخويا دلوقتي فانا مش قادر اعمل ده. هو انت بكل بساطه زي نفس المكان اللي كنا داخلين فيه. يعني انت شايف هنا اهي الصوره بدات ان هي تحمل وظهرت معايا. ولكن تعالى كده اما ارجعك على تعديل الملف الشخصي، المزيد، المعلومات الشخصيه. من هنا انا باكد رقم التليفون، بتكتب رقم التليفون هنا وبعد كده بتعمل تاكيد فبيبعت لك كود بيتاكد الرقم وخلاص خلصنا ده كده بكل بساطه. وبالنسبه لتاكيد الهويه او توثيق الهويه انت بتخش عليها بس وبتبدا ان انت تاخد الخطوات، بترفع صوره البطاقه بتاعتك وبتبدا ان هي تاخد معاك من 24 ساعه ل 48 ساعه بالكتير وبتبقى الهويه بتاعتك متاكده. تمام، فده الموضوع ببساطه. طبعا انا هعمل الخطوات دي بس هعمله وانا مع اخويا علشان ابقى معايا البطاقه ومعايا رقم تليفونه فاقدر ان انا اكده له. لكن انت تقدر تعمل ده وانت قاعد عادي. طيب بعد كده هاجي اخش على مستقل، عايز اشوف الحساب بتاعي على مستقل. انا هنا اهو دخلت على مستقل. هاجي بقى اعمل تسجيل دخول، مش هسجل حساب جديد لان انا خلاص بقى عندي اكونت زي ما قلنا. فهو هنا هو قال لي مرحبا عمر، وبعد كده قال لي اكتب اسم المستخدم بتاعك، فكتبت عمر محمد فتحي نفس الكلام. وبعد كده اخترت مستقل، ان انا مستقل بدور ان انا اقدم مشاريع انفذها. وبعد كده بدوس على قرأت واوافق على شروط الاستخدام. وبعد كده بدوس على التالي زي ما قلنا. بعد كده بتيجي هنا تختار التخصص. هنا برمجة، تطوير المواقع والتطبيقات، المسمى الوظيفي. ببدأ كده ان انا اختار
مطور ويب ولا مصمم؟ ممكن اختار فول ستاك ديفلوبر. فول ستاك ديفلوبر. بعد كده هاجي على النبذه التعريفيه، هي هرجع بس ان انا اخدها كده من الموقع بتاع خمسات، نفس الحاجه اللي انا كاتبها. اخد كده نفس النبذه التعريفيه، وبعد كده بقى هبتدي ان انا اضيف المهارات بتاعته. هاجي مثلا كده واكتب ووردبريس. ووردبريس. اكتب تصميم مواقع. في هنا تصميم سيرة ذاتية، تصميم موقع إلكتروني، تطوير. ممكن برضو أكتب تطوير المواقع. هنا تطوير الويب. بعد كده هو بقى بيجيب لي شوية حاجات كده ليها علاقة بالحاجة اللي أنا بختارها، ولكن أنا برضو عايز إيه، أخليني على قد كده وأخليه هو يكمل حاجته. هو برضو أكيد عارف هو فاهم في إيه أكتر مني. وبعد كده هدوس على التالي. هو هنا بيقول لي لازم تحدد 5 مهارات. تمام. هكتب برضو وكوميرس، وهكتب تطوير، او هكتب فرونت اند ديفلوبر. تمام. بعد كده هاجي وادوس على التالي. انا هنا زي ما اهو اخترت التخصص، اخترت المسمى الوظيفي، كتبت النبذه التعريفيه عني، وبعد كده اخترت المهارات بتاعتي وهدوس على التالي. بعد ما دوست على التالي كده هو هنا جايب لي اختبار القبول، او لا ده معرض الاعمال. انت هنا ممكن تضيف معرض الاعمال بتاعك، الحاجات الشغل اللي انت عملته قبل كده، الحاجه اللي انت عملتها قبل كده، اي شغل سابق ليك هتضيفه، علشان العميل لما يجي يخش على الاكونت بتاعك يبدا يشوف معرض اعمال كويس وقوي، يبص على الحاجه اللي انت عملتها قبل كده، يعرف شطارتك في الشغل. وكده كده ما تقلقش، هعرفك ازاي تظبط ده في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. هقول لك ازاي تبني معرض اعمال كويس وتجيب الاعمال دي منين وهكذا. هنا عنوان العمل برضو علشان ابقى شرحت لك كل حاجه. انت بتكتب العنوان بتاع الشغل اللي انت عملته، وليكن مثلا هكتب موقع لشركه ذا جوت اكاديمي، ان انا اللي عملت لهم الموقع بتاعهم. هبدا ان انا اضيف صور للعمل بتاعي، هضيف صور مثلا للموقع اللي انا عملته، او هاخد سكرينز من الموقع اللي انا عملته. او لو انا بضيف حمله اعلانيه ناجحه انا عملتها من خلال التسويق الالكتروني، ابدا اضيف نتائج الحمله والصور بتاعت نتائج الحمله. وبعد كده اجي هنا في وصف الشغل، وابتدي ان انا اكتب بقى الوصف بتاع الشغل. انا خدت الشغل ده ازاي، عملت ايه بالظبط بالتفصيل، ازاي قدرت ان انا اوصلهم للاهداف المطلوبه، ازاي عملت الموقع بالشكل اللي العميل كان حابه، ازاي عملت الاعلانات وجبت النتائج للعميل اللي كان عاوزها. ببدا ان انا اكتب وصف الشغل بتاعي كله هنا. ولو عندي صور وملفات للشغل ببدا ان انا اضيفه. لو عندي رابط لمعاينه الشغل ممكن اضيفه، وده مش مهم، ده اختياري. تاريخ الانجاز، يعني انا عملت المشروع ده امتى، والمهارات اللي انا استخدمتها في المشروع دي عباره عن ايه. وبعد كده بدوس على حفظ العمل، فبيبقى كده العمل اتحفظ معايا. ده كده بكل بساطه وبكل سهوله. تمام. وهنا انت ممكن تضيف بقى عمل 2 3 معاك لحد 29 تقريبا، تقدر تضيف اعمال كتير جدا من اعمالك السابقه. ولكن المهم انك تختار احسن شغل ليك، لان دي واحده من اهم الحاجات اللي بتخلي العميل يا اما يختارك يا اما ما يختاركش. فمهم قوي ان معرض الاعمال بتاعك يكون فيه اعمال قويه جدا، احسن اعمال انت عملتها قبل كده، علشان العميل يختارك ان انت تنفذ له الشغل بتاعه. تمام. فانا هضيف معرض الاعمال وهضيف الاعمال عند اخويا، وبعد كده هرجع لكم تاني علشان نشوف مع بعض اختبار القبول. دلوقتي رجعت لكم تاني بعد ما جبت سابقه الاعمال. زي ما انتم شايفين قدامكم كده على الشاشه، هنا كتبنا العنوان بتاع العمل: تصميم وتطوير موقع الكتروني متكامل لوكاله تسويق رقمي ذا جوت ماركتنج ايجنسي، لان هو اللي كان عامل لنا الويب سايت الخاص بشركه ذا جوت ماركتنج ايجنسي. وادي هنا وصف العمل اهو. على فكره بكل بساطه انت الحاجات دي تقدر تجيبها من تشات جي بي تي. يعني لو دخلت على تشات جي بي تي وقلت له عاوزك تكتب لي وصف العمل لاعلان عملته لشركه كذا كذا كذا، واديته التفاصيل، هيبدا ان هو يكتب لك وصف العمل لو انت ما عرفتش تكتبه. طيب خلينا ناخد مثال على وصف العمل. زي ما انت شايف كده مكتوب نفس العنوان: تصميم وتطوير موقع الكتروني متكامل لوكاله تسويق رقمي ذا جوت ماركتنج ايجنسي. تم تنفيذ المشروع تصميم وتطوير موقع احترافي متكامل باستخدام ووردبريس لصالح وكالة ذا جوت ماركتنج ايجنسي المتخصصة في تقديم خدمات التسويق الرقمي والإنتاج الإعلامي. يبقى أنا قلت أنا قدمت إيه وقدمته عن طريق ووردبريس، وفي نفس الوقت ذكرت الشركة اللي أنا عملت لها الشغل، وقلت الشركة دي بتشتغل في إيه أو بتعمل إيه بالظبط. مهم إن أنا دايما أبقى بتكلم عن وصف العمل بتاعي بشكل دقيق. طيب علشان نطلع من الجزئية بتاعة تصميم المواقع، علشان احنا كلامنا الأساسي عن التسويق الإلكتروني، أنا لما أجي مثلا أحط مشروع أنا عملته في التسويق الإلكتروني قبل كده، ممكن يكون
تصميمات أنا عملتها وليكن لمطعم أو لكافيه أو لأي حاجة، ممكن تكون حملة إعلانية أنا عملتها لمطعم، لكافيه، لدكتور سنان، فهانزّل screen shot من نتايج الحملة وأقول إن دي حملة إعلانية أنا عملتها للدكتور مثلًا محمد إسماعيل، الدكتور المتخصص في طب وجراحة الفم، وهابدأ إن أنا أذكر مين الدكتور. طيب أنا عملت إيه في الحملة دي؟ فكرة الإعلان بتاعتي كانت إيه؟ استهدفت مين بالضبط؟ كنت مركّز على أنهي مدينة؟ حطيت ميزانية شكلها عامل إزاي؟ بابدأ إن أنا بكل بساطة بس أشرح الحاجة اللي أنا عملتها، علشان أنت ما تحسّش إنّك تايه أو إن الموضوع صعب. ولو مش قادر تعمل ده، هتدخل على ChatGPT تقول له أنا عايز أعمل 1، 2، 3 اكتب لي، هيقوم كاتب لك كل حاجة، والموضوع دلوقتي بقى أسهل كتير. تمام؟ فأنا هنا أهو ضِفت العمل رقم 1، ضِفت وصف العمل، وبعد كده حطيت الصور بتاعة الشغل، ضِفت رابط المعاينة وتاريخ الإنجاز. تاريخ الإنجاز زي ما قُلت لك، أنت هنا بتقول له أنت عملت الشغلانة دي بتاريخ كام، أو الشغلانة دي خلصت إمتى، والمهارات اللي استخدمتها في الشغل ده. وطبعًا ضِفت العمل برضه رقم 2 والعمل رقم 3، لازم تضيف على الأقل 3 أعمال سابقة ليك، وبعد كده بتيجي هنا تقول له جميع الأعمال من تنفيذي ولدي الصلاحية لنشرها، وأعلم أنه سيتم إيقاف حسابي إن استخدمت أعمال تنتهك حقوق الآخرين. بمعنى إن أنا الأعمال اللي أنا باضيفها دي لازم تكون بتاعتي، أنا اللي عاملها، مش سارقها من أي حد تاني ولا جايبها من أي مكان تاني علشان الaccount بتاعي يشتغل بشكل سليم. وخُد بالك لإن أنا بعد أمّا أرفع الأعمال دي، هو هنا بيقول لك أهو أضف 3 أعمال حديثة تظهر بها خبرتك في مجال عملك، سيراجع فريق مستقل الأعمال قبل قبول طلب انضمامك. يعني في فريق هيراجع الشغل اللي أنت ضفته ده قبل أمّا نقبل طلب انضمامك المستقل. وبعد كده بيدّيك شوية تعليمات برضه لازم تاخد بالك منها. طيب أنا هنا أهو ضفت كل حاجة، وبعد كده هادوس على التالي. هيبدأ بقى إن هو يدخّلني لاختبار القبول، وركّز معايا في اختبار القبول. أول حاجة هو هنا بيقول لك كيف تتعامل مع تقييمات العملاء. رقم 1 عدم الاهتمام بالتقييمات السلبية وتجاهلها، الرد بشكل دفاعي على التقييمات السلبية وإظهار الخطأ في تقييم العمل، التواصل مع الدعم الفني وطلب حذف التقييمات السلبية، الامتنان للتقييمات الإيجابية والاستفادة من التقييمات السلبية لتحسين المشاريع المستقبلية. أفضل إجابة هو طبعًا إن أنا هاقول له إن أنا ممتن للتقييمات الإيجابية وهاستفيد من التقييمات السلبية عشان أحسّن المشاريع المستقبلية. تمام؟ بعد كده ييجي السؤال التاني بيقول لي كيف تبني علاقات ناجحة وطويلة الأمد مع عملائك؟ فبيقول لي الإجابة الأولى إكمال المشاريع في أسرع وقت ممكن، حتى لو كان ذلك يعني المساومة على الجودة، بمعنى إن أنا لو عملت المشاريع بسرعة هاقلل من الجودة، والّا التواصل بانتظام والاستماع بفعالية لاحتياجاتهم وتقديم عمل متقن. رقم 3 تجاهل ملاحظات العملاء واتخاذ القرارات بناءً على تفضيلاتك وخبراتك فقط. لأ، هاقول طبعًا التواصل بانتظام والاستماع بفاعلية لاحتياجاتهم وتقديم عمل متقن. بعد كده أيًا من الأمور التالية يجب أن تعطي الأولوية عند التقدم للمشروع. إيه من الحاجات دي لازم تدّيها الأولوية؟ تقديم عرض عام دون تخصيصه، تقديم معلومات عامة من مؤهلاتك حتى لو لم تكن متعلقة بالمشروع، إظهار فهم واضح لمتطلبات العميل وأهدافه، تحديد ميزانية منخفضة للغاية لزيادة فرص الاختيار. هاقول إظهار فهم واضح لمتطلبات العميل وأهدافه. لازم تجاوب كويس على الاختبار ده، لأن الاختبار ده هو اللي هيخلّيهم يا إما يقبلوا الaccount بتاعك يا إما يرفضوه. فأنت بتسأل طب هم ليه بيرفضوا الأكونتات؟ لازم تكون عارف إن في ناس كتير جدًا بتحاول إن هي تقدّم ويبقى عندهم أكونتات على موقع مستقل عشان يشتغلوا freelancers. فالموقع بيحاول إن هو يختار الناس المناسبة، الناس اللي تعمل بيئة عمل ناجحة وكويسة، فأنت لازم تبقى واخد بالك من ده. وأنت برضه لمّا يبقى عندك حتى الموقع بعد أمّا يقبلوك بإذن الله، لازم تكون بتتعامل على الموقع بشكل سليم، بتتعامل بشكل صح، بتظهر باحترافية علشان الموقع بتاعك ما يتقفلش في أي وقت. نيجي للسؤال اللي بعد كده. ما أسباب الحصول على تقييمات سلبية؟ التقدم على مشاريع لا تتقن العمل عليها، ممكن إن أنت تكون بتقدم على مشاريع أنت مش متقن عليها. الاهتمام بملاحظات العميل والانفتاح على المراجعات والتحسين، إبرام اتفاق غير واضح مع العميل ثم الاختلاف معه بعد بدء التنفيذ، التأخير بتسليم المشروع. طبعًا في أسباب كتيرة، كل دي أسباب ممكن تكون سبب في الحصول على تقييمات السلبية، ولكن مثلًا ممكن نقول إن من الحاجات دي التأخير في تسليم المشروع، أنا لو اتأخرت هاحصل على تقييمات سلبية ودي مشكلة كبيرة. تمام؟ بعد كده كيف يمكن تجنب الخلافات مع صاحب المشروع؟ إزاي تتجنب الخلافات مع صاحب المشروع؟ تقديم عرض شامل يوضح ما ستقوم به، تقديم عمل عالي الجودة متوافق مع معرض أعمالك، توثيق الاتفاق مع صاحب المشروع وإبقائه على اطلاع بمجريات المشروع، تسليم المشروع في الموعد دون أعذار. والله هي كلها اختيارات ممكن، يعني هو هنا بيقول لك اختر جميع الإجابات الصحيحة، يبقى أنا هنا هاعمل تسليم المشروع في الموعد دون أعذار، توثيق الاتفاق مع صاحب المشروع وإبقائه على اطلاع بمجريات المشروع، تقديم عمل عالي الجودة متوافق مع معرض أعمالك، وتقديم عرض شامل. كل دي إجابات صح هاختارهم كلهم. بعد كده ما الذي يمكنك من النجاح في العمل الحر؟ ايه اللي ممكن يخليك تقدر تنجح؟ تعلم مهارات جديده من خلال التقدم على مشاريع لا تتقن تنفيذها، لا طبعا مش دي. الاهتمام بجوده العمل والمحافظه على العملاء، دي نقطه مهمه جدا.
تحديث معرض الأعمال باستمرار وإضافة المميز من أعمالك، دي برضو نقطة مهمة. إرسال عدد كبير من العروض دون قراءة تفاصيل، لا طبعا. التعامل مع ملاحظات تقييمات العملاء بموضوعية والتركيز على بناء سمعة جيدة. كده يبقى احنا اخترنا الإجابات الصح. ركز في الإجابات عشان لو اخترت إجابات غلط ده هيأثر عليك وعلى يعني إمكانية قبول الأكونت بتاعك. بعد كده، ما هي الأمور التي عليك تجنبها ليتمكن موقع مستقل من ضمان حقوقك؟ التقدم على مشاريع لا تتقن عملها، تمام، ده لازم تتجنبه. كتابة عرض واضح، تفاصيل متعلقة بالمشروع الذي تقدم إليه، دي سيبك منها، مش هنختارها. الاستفسار من صاحب المشروع بشكل دقيق عن مشروعه قبل أن تبدأ به وتوضيح ما ستقوم بعمله، تمام، دي نقطة مهمة. طبعا دي مش هتختارها. التواصل مع صاحب المشروع خارج الموقع دي أزمة أصلا، والموقع طبعا مانع ده. بعد كده هدوس على إكمال المعلومات. وهنا بيقول لي في خطأ. ما أسباب الحصول على تقييمات سلبية؟ اختر أسباب الحصول على تقييمات سلبية. ده هو هنا بيقول لك اختار أكتر من سؤال، أنا ما كنتش واخد بالي. إبرام اتفاق غير واضح، تمام. الاهتمام بملاحظات العميل، لا دي. التقدم على مشاريع لا تتقن العمل عليها، تمام. يبقى أنا السؤال ده كان ناقصني فيه إجابات، كنت المفروض إن أنا أحدد عليها. ركز معايا علشان أنا ما كنتش واخد بالي نفسي. اختر جميع الأمور التي يجب تجنبها. كتابة عرض واضح، التواصل مع ده كمان لازم تتجنبه طبعا، التواصل مع صاحب المشروع خارج الموقع. بعد كده ادوس على إكمال المعلومات. برضه يوجد خطأ. ثواني كده مع بعض نشوف ايه هي الاخطاء. الخطأ في السؤال الاخير. اختر جميع الامور التي يجب تجنبها. التقدم على مشاريع لا تتقن العمل عليها، ده لازم تتجنبه. الاستفسار من صاحب المشروع بشكل دقيق عن مشروعه، لا ده طبعا مش لازم تتجنبه، تمام. يبقى انا هنا كان عندي برضو غلط في الاسئله. خد بالك ان الواحد ساعات ما بيبقاش واخد باله. انا نفسي قدامك اهو مش واخد بالي وانا بجاوب، فكان النقط دي مهمه جدا. فانت راجع الفيديو مره واتنين قبل ما تخش وتجاوب بنفسك على الاسئله. اكمال المعلومات. كده انا قدمت الاكونت بتاعي، والاكونت بتاعي بقى قيد المراجعه، يعني هم هيراجعوه ويبتدوا ان هم يردوا عليا بتفعيل الاكونت باذن الله. ركز معايا بقى عشان الحلقه اللي جايه هنبتدي نشوف ازاي ممكن نحصل على اول شغلانه لينا من موقع زي خمسات وموقع زي مستقل. اشوفكم الحلقه الجايه.